زبده؟ اؤمر. امور، انت عملت حادثه ولا ايه؟ لا لا لا، بعيد عنك، كنت بلعب كوره فبشوط بلن جالي شد في السمانه. سمنت ايه؟ انت بتسمي الديك الرومي ده سمانه؟ وبعدين انت عايز تفهمني ان الكارثه اللي حاصله دي كلها بسبب انك وقعت وانت بتشوف بلن؟ احمد ربنا، ده من يومين كنت بلعب كوره، واحد رفع لي اوفر، نطيت نزلت هبوط ارضي، عملوا تحويله في الشارع يومين. يا ساتر يا رب، شوف الهد بيعمل ايه يا اخي. لو سمحت، في شنطه هناك ممكن تجيبها لي؟ دي فيها دواء؟ لا فيها مثلث، عشان بس نقفل الشارع من اول الطريق عشان العربيات اللي جايه. لا واجب برضه. اتصل لك بالاسعاف طيب؟ لا 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 لا، اطلب المرور، اسال على الامين حماده، قول له زبده وقع وبيسلم عليك، هو هيبعت الونش، هو عارف. متيسره؟ واضح من الموقف متيسره. فانت بقى ابن الراجل اللي شردنا واحنا صغيرين من الملجأ، بفضل الله سبحانه وتعالى. وجاي تشوف انا عايز ايه وتعمله لي. بفضل الله سبحانه وتعالى. وحضرتك؟ انا سمسم، شغلتي في الشركه ابن الداده. طب والدادي دي كان لها يد في الموضوع؟ لا انا بص، ما فيش اي يد، اعتبرني مش موجود. المهم بس انت شوف نفسك في ايه الامنيه اللي انت عايزها واحنا نحققها لك، ايا كانت بقى اي حاجه، تشطيب شقه، تاسيس شركه، تدبيس معده، اي حاجه نعملها بدل قله القيمه اللي احنا شايفينها دي. لا، هو انت فاكرني بلعب كوره زي اي عيل من العيال دي؟ انا لعيب محترف يابا، بشوف الكوره وهي جايه من اخر الشارع، رد فعلي سريع جدا، نسر. كنا بنقول ايه؟ كنا بنتكلم عن سرعه رد فعلك في التقاط الكور والمهارات ما شاء الله باينه جدا. عارف سموني زبده ليه؟ دهون على الكبد مثلا؟ لا، عشان بعدي وسط خطوط الدفاع زي السكينه في الزبده. طب ما بدل ما يسموه زبده ويسيحوه التسيحه دي، ما كانوا سموه سكينه وخلوا الدفاع هو اللي جبنه مثلا. طب سؤال معلش، خطوط دفاع اللي ايه؟ الدفاع الجوي؟ طب بلاش ده، النني عارفه؟ طبعا اللي هو ده. النني بتاع ارسنال. انا وهو كنا نفس الفورمه بالظبط، وانا وهو اترفضنا في اختبارات الاهلي في نفس اليوم. بسم الله ما شاء الله، شوف اترفضوا في نفس اليوم. حاجه ترفع الراس ما شاء الله. مشرف. طب يعني هو ايه اللي حصل يعني عشان يبقى شبه الكوره كده يعني هل في كوره عضتك مثلا فوصلت لده؟ لا لا، اللي حصل اصابه ملاعب، لعيب غشيم شاطني، اتصبت، ركنت، كلت، مليت. قصه قصيره حزينه قوي قوي قوي، بس على فكره دي سنه الحياه. بتحصل لكل الناس عادي خالص. وانا شايف الموضوع بسيط اصلا، مش قصه يتلم. اهم حاجه الاراده. طب بقول لك ايه، ننجز بقى وقول لنا طلباتك ايه علشان نخلص. بص بصراحه، هو انا طلبي غلس شويه ومش عارف تعرفوا تعملوه ولا لا. نقعد يعني ايه اللي نعرف نعمله؟ طيب انا بصراحه كده نفسي اروح مع المنتخب كاس العالم. يا جدع، هو ده اللي غلس؟ طيب يا عم، ده احنا عنينا، ده انا بالتليفون اجيب لك تذاكر الماتشات والطيارات. لا لا لا، تذاكر ايه؟ انا عايز اروح مع المنتخب كاس العالم، العب مع المنتخب في كاس العالم. مين؟ انا. منتخب العب كاس العالم؟ روسيا. مين؟ انا، واشيل كاس العالم. طب وعلي بقى سمسم، لا علشان ده لازم ياخد، اوعى بقول لك ده لازم ياخد بالشلوت على قفاه، علشان ده بيقول لك اشيل كاس العالم بدل ما يقول لي اشيل الغدد الحيوان محتاجينه. ولا بقول لك ايه انا اللي فيها مكفيني يتيم والله العظيم 3 ياخد بالشلوت على قفاه عشان يعرف ان الله حق. لا، عايز تضربني على قفايا وتسيبني وتحرمني من المشاركه في كاس العالم؟ يا ابني ما تبقاش مستفز بقى، يسيبك ايه على قفاه وانت رباطك السليم في قفاك؟ مش هينفع تسافر، مش هينفع يا زبده، عشان سوري يعني، عشان مشكله الوزن. لا، في حل طبعا. بينفع. هسافر بشنطه هاند باك صغيره على الطياره، مش هيبقى فيه مشكله وزن. لا يا اخي ما تخليك منطقي يا اخي. طب ما انا قدامك اهو تخين بس انا واقعي، ده انا لما زدت 4 كيلو بطلت اروح مع العيال البلياردو عشان النفس. وانت تقول لي شارك كاس العالم زي القمر. الله، الولد عنده طموح ايه بس؟ يا سميع انت سابع وشايف اعمل ايه؟ هنعمل ايه يا سمسمه؟ هنعمل دايت. معلش، وحضرتك قلت سمسمه؟ طب ايه؟ شاورمات طحين زياده؟ مد ايدك. لا مش هحوش والله، مد ايدك. مش شكلك يا اخي بقى. الله، ايه ده؟ ايه اللي انا شايفه ده يا زهير؟ دي يا فندم عربية بيتل 66، بص هي صغيرة بس جراية. جرايتي وزفتي وانا هشتريها؟ مصدرها كده ليه قدام الشركة؟ انزل عرفه غلطه. حاضر عليك. استنى عندك يا بني ادم، انت ازاي تصدرها كده قدام الشركه؟ ايه يا فندم اللي بتقوله ده؟ عيب كده. انت مش عارف مين اللي راكب في العربية اللي وراك دي؟ لا بصراحة معرفوش، بس حاسس ان انا لو قربت منه وعرفته اكتر وعملنا اختبار لمشاعرنا مش هحبه. اللي راكب في العربية اللي وراك دي مرتضى بيه النويري،
صاحب الشركه. انت يا بني ادم، انت شغال هنا؟ ايوه يا فندم، انا محمد. انت مرفوض. ايه؟ ايه المهزله دي؟ بنحط بسكوت الشوكولاته في اغلفه الفانيليا والفانيليا في اغلفه الشوكولاته. طيب مش وارد يا انسه شهي يكون اللي حصل ده نصيب، وان لما الطفل يشتري بسكوت الشوكولاته ويلاقيه فانيليا ويجربه يحبه بعد الاكل. لا يا حبيبتي، ده كده يبقى اسمه جواز صالونات مش بسكوت. انا عايزه اعرف مين اللي عمل المصيبه دي. محمد علاء موظف قسم الجوده اللي المفروض كان سامح يرفضه. طب انا عايزاه يجي لي دلوقتي حالا، انا بقى اللي هرفده. الحقيني يا انسه شهي، الحقيني، انا اترفدت. محمد اترفد. الف الف مبروك. يا ترى مين اللي عمل كده علشان احييه بنفسي؟ انت بتعمل ايه هنا؟ وانا مش رفدتك؟ نعم، وده بصفتك ايه بقى ان شاء الله؟ لعلمك بقى محمد ده ابن من ابناء الشركه. انسه شهي، مش حضرتك كنت بتقولي فين محمد ده علشان اراقيه بجد يا انسه شهي، احمدك يا رب. وهمسكه قسم التوريدات. ما تنسيش يا أستاذة شاهي إن أنا عضو مجلس إدارة زيك وليا صوت زيك. اولا انا القائمه باعمال رئيس مجلس الاداره، وده يخلي صوتي اعلى من صوتك. ثانيا انت السبب الوحيد اللي مخليك لسه موجود هنا انك من عيله النويري، لكن كلها كام يوم وابو هينفذ الوصيه، وساعتها هنقول لك مع السلامه يا البوسه. اوعى. معلش يا انسه شهي، عندي سؤال بسيط بس عشان ابقى في الصوره يعني. هو قسم التوريدات اللي انا ماسكه ده بيعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ انا مش مقتنع بموضوع الدايت بتاع الزبده ده خالص. كاس العالم يا ابني خلاص قرب، والواد عايز يلعب معاهم في كاس العالم، مش يخس 5 كيلو عشان بدله فرح اخته. انت قصدك ان احنا محتاجين حل جذري؟ ايوه طبعا. طب اقول لك مثلا نقطع له دراعه، دي فيها 20 كيلو اقل حاجه. يعني انت مقتنع باللي بتقوله ده؟ كلام منطقي يا ابني، قول حاجه ينفع تتنفذ. 20 كيلو قليل فعلا. اقتله وازور امضته طب والبسها لك؟ ايه يا ابو اللي انت بتقوله ده؟ انت عارف عقوبه التزوير ايه؟ بفتح كلام بفكر معاك. لا ما تفتحش. خلاص خلينا في الدايت. يلا دايت يلا يا زب. يلا يا زب. يلا خلي بالك في سلمه هنا. كل من هب ودب دلوقتي بقى بيتدخل في اللي ملوش فيه. خلاص، ولا كأن ليا احترام ولا كأن ليا اي وضع في الشركه دي. ده هي انسه شاهي اتجننت ولا بتعمل حاجات منتال بدماغها؟ في ايه يا سمسم؟ طبعا السلطه والنفوذ اللي ابويا سابهم لها تلحس المخ. شبع من بعد جوع بقى. بقول لك ايه يا ابو، ما تبقاش انت وابن عمك عليا. مرتضى ده منرفزني جدا. عمل ايه مرتة تاني؟ عمال ينخور ورايا وبيتدخل في اللي ملوش فيه. لازم يتدخل في اللي ملوش فيه، ده الجوب ديسكريبشن بتاعه مش لبوسه. والله مش عايزين نتكلم. بقول لك ايه يا ابو، انت لازم تلاقي اليتامى باسرع وقت. انا عايز اخلص من مرتضى ده خالص. ما هو احنا جايين لك علشان كده بقى شاهي. يعني بص، احنا وصلنا الاول يتيم والحمد لله متيسره. يعني هو نيته بس ان هو يلعب مع المنتخب في كاس العالم، ومتيسره يعني الحمد لله. الحمد لله. بس هو قلبوز سنه يعني سيكا. محتاجينه بقى يخس لو عندك رجيم يعني. طبعا ده انا عندي رجيم هايل، لو مشي عليه بالملي وعمل رياضه هيخس 3 كيلو في الاسبوع. 3 كيلو بحالهم. الله، بص يا سمرات بقى وحاجات كده من غير صفار. طب يعني معلش يا شاي، يعني ما عندكيش رجيم كده يخسسه؟ انا بقول اي كلام. 100 كيلو؟ لا طبعا مش 100 كيلو في الاسبوع، يعني احنا مش معاتيه يعني لو 100 كيلو في الشهر يبقى حلو، عشان عارف لو نزل فجاه يعمل كسر ستريتش ماركس نقعد نفرد وبتاع. ترهلات وكده. لا 198 يعني حاجه كده. لا مش في الاسبوع طبعا، احنا هبل يعني. لا احنا عايزين نحط الولد اهداف منطقيه وواقعيه. لا لو حطيت للولد اهداف واقعيه هياكلها، فخلينا كمان ايوه يا شاهي، كنت عايزاني. عملتوا ايه في شحنه البسكوت اللي باظت؟ عدمتوها؟ هو احنا كنا نعدمها الحقيقه، بس في واحد لابس ترنج اكل الشحنه كلها. طب قشطه. لا زبده. لا الزبده ده اليتيم بقى اللي احنا بنحاول نخسسه، هو اللي اعدم شحنه البسكوت. هو بدا رجيم بسكوت خلاص كده. بسكوت وجيم مع بعض يعني. اديله بقى الورقه دي يفرشها تحت الاكل. اوكي. بص بقى يا زبده، انت هتقعد معانا هنا كام يوم عشان تفضل دايما عينينا عليك. اتفضل. لو حاولنا ما نخليش عينينا عليك مش هنعرف. لا ليه؟ هو قصده يعني ان انت هتبقى مالي البيت علينا، يعني واخد مساحه من حياتنا وكده. اهلا وسهلا. ايه ده؟ سمسم انت شايف اللي انا شايفه؟ البيت بيتحرر. اهل بطه ماشيين يا سمسم وبيتي هيرجع لي. ايوه. في نهار ابيض. انست وشرفت يا حاجه. ليه يعني كنت نورتينا شويه. الله
ايه ده؟ دول كتروا. امال مين اللي مشوا؟ انا الست دي شفتها 3 مرات من ساعه ما دخلنا، على فكره دي كانت مع الناس اللي مشي. ايوه معلش، هي العيله دي فيها البركه ولا هم بينشطروا؟ انا مش فاهم. لا، اللي مشيت دي موارده جارتنا ومعاها عيالها، كانت جايه تودنا ومشيت على طول. طب ما هو فكره ان الناس بتيجي وتمشي بتحصل اهي. امال ايه بقى؟ يا بخت منظر ويخفف يا اخوانا. قول لنفسك يا اخويا. وبعدين مين ده؟ ها؟ مين اللي انت جايبه معاك ده؟ زبده يا بطه. والنبي انت اللي عسل يا سمسم. لا 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 لا، انا قصدي ده زبده اسمه كده يا بطه، عشان دي جمله خبريه ما فيهاش اي هي بتتلكك ولا ايه؟ لا خالص. ده واحد من الايتام اللي كانوا في الصوره. يا اهلا وسهلا. أهلاً بيكي. يا ميت مرحبا يا اخويا. مش محتاج اي حاجه؟ بصراحه كده انا كان نفسي في حاجه بس مكسوف. عبيط يالا ولا ايه ده؟ ده بيت اخوك. اطلب براحتي. بصراحه كده يعني انا كان نفسي في بطه. لا 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 يا واد يا رخيص يا نار. هو انا هبيع لحمي عشان خاطر وصيه؟ لا يا حبيبتي يا بطه في ايه؟ بس بقى ايه يا اخوانا في ايه؟ عمرك ما سمعت عن الحب من اول نظره؟ لا ما سمعتش. يا بنت الواد حبك، الولد حبك، ادي لنفسك فرصه حتى تحبيه بعد الجواز. كل الجوازات بتبقى كده على فكره. ايه حب اللي انت إيه؟ استني يا بطه، حب إيه؟ استني. ايه اللي انت بتقوله ده؟ احنا قراطيس؟ انتوا تكتبوا كتابكم دلوقتي حالا وبعدين بقى تتخطبوا وتعملوا اللي انتوا عايزينه، على الاقل لما يتخطبوا يبقوا متجوزين. احنا ايه؟ يا ابني انت مجنون، ايه اللي انت بتقوله ده؟ يكتبوا كتابهم وبعدين يتخطبوا؟ ده كلام ناس ده عاقلين. لا، ما انا مش رجالة. فاهم. احنا انا مش رجالة. فاهم. يا جماعه خطوبه ايه يا سمسم؟ انا عايز بطه. بطه محمره. اللي هي بالبرتقان دي؟ او رستو او واحده كده وواحده كده. لا 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 لا، محتاجين. انا مش ناقص. محتاجينه عشان الكتيت اللي بقى. طب ايه رايك بقى لو مفيش بطه مفيش امضه؟ سمسم. ايوه سمسم. ايوه سامعني؟ ايه بصراحه صوتك بيقطع. طب كده ايه؟ انت متوقف في حته فيها شبكه بس لو سمحت. انا ورا زبده على طول. طب ما عايز ايه؟ اؤمر. عندك ملوخيه؟ طب استنى اشوف لك. حاضر. ايه ده؟ شعرك. سوري، معلش انا قاعد براحتي. لا طالما اللي لبسته يبقى تلبسه صح. ما انتوا زي ولادي. عارف يا زبده؟ انا فكرت في الطلب بتاعك ولقيت عشان نوصل لحلم المونديال لازم نبدا من هنا. انا مش عارف ازاي هقول الكلام ده، وده لاول مره في حياتي. انا متفق مع ابو بجد، لان فعلا لما بتحط حاجه في دماغك حلم وتركز عليه يوميا ده بيتحقق، ودي احصائيات، ده مش هزار بقى. علم ايه يا حبيبي واحصائيات ايه؟ يا ابني انا بتكلم عن قصه الشعر. اصلا؟ ايوه طبعا، احصائيات وحلم. قصه الشعر دي قصه شعر لعيب كره في المنتخب مستحيل. انت اسمك اسم لعيب كره في المنتخب، يعني زبده زي شطه وكمونه وكاكا، كل دي مقادير طبخه تنزل تدي طعم في الملعب. لكن قصه الشعر لا، احنا محتاجين قصه شعر زي كريستيانو، ميسي، صلاح عشان ياخدوك في المنتخب. نشتغل على ده. قول لي يا كابتن زبده، انت بتلعب فين؟ يعني ما بين ال 155 لل 190. بقى لي فتره ما وزنتش. انت غبي يا ابني، مش عشان تروح المنتخب لازم تكون بتلعب في نادي. ايه ده سمسم؟ هو زبده عشان يروح يلعب في المنتخب لازم يبقى متقيد في نادي؟ بص، هي الجمله دي شكلها منطقي. مفيش غير ان احنا نأيده بقى في اي نادي فيديو. لا، وهي الجمله دي شكلها مش منطقي. طب والعمل؟ هتمشي. بص يا زبده، طبعا انا مش قصدي اعايرك ولا حاجه، بس انا لفيت على كل نوادي مصر حرفيا، نادي الاهلي، نادي الزمالك، نادي اليخت، جميع انديه الفيديو، مفيش نادي عايز يقبلك، مفيش غير النادي ده اللي رضي ياخدك في تجارب الاداء. هتخذلني ولا ايه؟ لا ان شاء الله لا. يا مسهل. ايه يا بطه انت خايفه يا بطه ولا ايه؟ لا، انت ان شاء الله بعد اسبوع واحد وهتبقى هداف نادي اسمه ايه يا ابو النادي ده؟ الغصن الاخضر. هتبقى هداف نادي ايه الغصن الاخضر ده يا ابو؟ اسمه كده، ده نادي ده يا حبيبي، دي حضانه دور ارضي في الحي الثامن، وحضانه مش كويسه كمان، بس هي سلمه. انت سلمه طبعا. هي سلمه. احنا هو ده اخر غصن يعني؟ لا، احنا جايين على انه سلمه. انا عن نفسي جاي على انه سلمه. النهارده تلعب مع الغصون الخضر، بكره تلعب مع الشياطين الحمر. الله، شوف بقى الجمال بقى والحلاوه، الاطفال الصغيرين جايين يقفوا جنب اهاليهم الكبار وهم بيعملوا تجارب اداء وكده.
يا ابني اللي انت بتقوله ده انا ايه مالك؟ الاطفال دول زمايل زبده في النادي. زمايل مين؟ بص يا زبده، ركز بقى معايا في اللي هقوله ده بالنص، ماشي؟ انت هتخش جوه دلوقتي، تلبس لي دي كده، ايوه، وامسك دي كده، في لانش بوكس اديها له. اي حد هيسالك جوه انت عندك اضطراب في النمو بسبب الهرمونات، اتفقنا؟ عايزين نلعب كوره ولا مش عايزين نلعب كوره؟ عايزين نلعب كوره. ها؟ ماشي، بس انا عندي سؤال. ها؟ هو الغصن ده هيستحملني؟ حبيبي بلاش بقى الاسئله الساذجه دي، ما هو الغصن الاخضر ده عشان ناشئين، انت لما تكبر اوتوماتيك ده يبقى الجذع الاخضر، ده بقى يلب معاك زي ما انت عايز. خلاص؟ يلا اتضير كده، اتضير، وبرجلك اليمين قادر تفرق ما بين الرجل اليمين والشمال. ها؟ مش اليمين دي اللي باكل بيها؟ الرجل اليمين دي اللي بتاكل بيها. السلام عليكم. عليكم السلام. كنا عايزين كده نأيد ابننا عندكم في تجارب الاداء باذن الله. تحت امرك يا فندم. من الاسم؟ عبد العزيز زبده. عبد العزيز زبده. المدرسه؟ عبد العزيز زبده. قصده مدرسه الشهيد عبد العزيز زبده المشتركه بنين. السن؟ لا ما بحبوش الصراحه، بيبقى ناشف. انا بحب العيش الشامي، تحط فيه جبنه رومي. لا حبيبي، هي بتسأل على السن اللي هو العمر، احنا مش اي سؤال هنتعاطاه. بص حضرتك، يعني ممكن هو على شهر مايو اللي جاي يبقى عبد العزيز زبده برضو، ولا ايه؟ بس يا حبيبي، بس بتقول ايه؟ السن ان شاء الله هو ابن حضرتك عنده كام سنه؟ 8 سنين حضرتك. طيب يعني سن 9 سنين. نعم، كل ده و9 سنين؟ جرى ايه يا حبيبتي مالك؟ ايه ما تسمي الله في قلبك مال؟ ده كله بيطلع في مين؟ ده كله 9 سنين. استنى يا ابراهيم، هو ابننا اسم الله كده من وهو صغير وهو فرع وجسمه فاير ومدهول لنا الشقه. مالك ايه؟ مالك في بقول لك ايه؟ احترم نفسك. ليه كده؟ ايه في ايه؟ انت مش شايف اصلها من اول الطابور ايه 9 سنين من اننا؟ عينيها مدوره عامله زي الكره اللي في ايد ابنها. طب عينيها ما شاء الله كفر كده. لو سمحت اكتبي يا مدام، لو سمحت. سنه 5 سنين. لو سمحت. ليه بتبص كده؟ ومحجزه، شوف محجزه على الواد ازاي؟ هاكل مش عايزه ارد عليه عشانك. معلش هتاكل الواد بعينيها. عشان حضرتك محترم. على فكره مش عايزه اتكلم كل ده. لا ده اصل قله الادب ما فيش اسهل منها. طب ما فيش قله الادب. لا ما انا ممكن افتحهم على الفيسبوك. لا ده انا صوابعي مبريه، ده انا اكتب بوست يوجعها لحد ما الباقه تخلص. حضرتك محترم. لا يبقى مالناش قاعده هنا، مالناش تطلع. اصل بتقول تطلع بنين وجت عند بنين وعامل بنين كده. ده بقبق عينيها طلع خبطتني وجع لي كتفي. بقبق عينيها هتولع في الرخام بنظره. ايه ده؟ لا دي قله. يلا يا زبده، يلا حبيبي، يلا هات حاجتك. ايه ده؟ دي عالم مقرفه. ده انت عقلك مريحك. تطلع بمين؟ هم كنا بوم وبتطلع بمين؟ خلاص بقى. انا اكره ما عليا اللي يغلط في الارقام. الغلطه دي ما تتكررش تاني يا محمد. عذرا. ايه ده؟ هاي مستر ابو. ايه ده يا سامح؟ عامل ايه؟ انت ما بتجيش الشغل بقالك فتره، لعل المنع خير. على فكره انت اتخصم لك يومين كانوا ممكن يبقوا ازود من كده، بس انت عارف معزتك في قلبي، اوكي؟ ما تلعبش على مشاعري. يلا يومكم لذيذ يا شباب. هو قال لي ابو ولا انا سمعت غلط؟ هو قال لي ازود. انت خدت بالك؟ مميز محمد. انسه شاهي، معلش، هو محمد ليه بيكلمني بالطريقه دي كانه هو مديري؟ عشان هو بقى مديرك فعلا. ما انا رقيته امبارح. ياه، هو محمد فعلا ابن حلال ويستاهل كل خير. طب نتكلم في الشغل بقى شويه. اتفضل. الولد اللي كنا كلمناك عليه، اللي هو الدبدوب اللي طلع لنا في البخت ده، ابننا زبده. ورقه الدايت اللي اديتها لكم كويسه ولا عايزين واحده تانية؟ لا احنا كتبنا على ظهرها اوردر من الشبراوي، يعني كفت الحمد لله. شلنا الشكشوكه عشان تكفي. بس ممتازه. ممتازة. وطبعا عشان هي متيسره، زبده طلب مننا يروح يلعب مع المنتخب في كاس العالم. بغض النظر عن لا معقوليه الطرح اللي الاستاذ ابو بيقوله، بس هو ده اللي مطلوب. فاحنا هنبقى محتاجين بس شويه حاجات كده، يعني تقدري تقولي محتاجين معجزه. تبقوا محتاجين لبس رياضه مقاسه. قالت لك لبس مقاسه. لا احنا محتاجين نادي مقاسه. ما هو عشان زبده يسافر يلعب مع المنتخب في كاس العالم لازم يبقى متأيد في نادي، فعشان كده بقول لازم نشتري له نادي. ونشتري نادي ليه؟ ما احنا عندنا نادي الشركه. ايوه نادي الشركه. لا ثانيه واحده، احنا عندنا هنا في الشركه نادي؟ ايوه. نادي الشركه. ولما هو نادي الشركه، انت سايبني ليه يجي لي تسلخات من لف على الانديه؟ يا ابني بقول لك الشركه. لو الشركه بقى اسمه ايه بقى النادي ده؟ طبعا صاحب مصنع حلويات هيفتح نادي، هيسميه ايه؟ ما لازم غزل البنات. لا ومعانا في الذل ملبسهم تيشيرت بامبي وحاطط وشك عليه. بص كابتن، هو المدير الفني بتاع الليله دي فين؟ كابتن كنفاني قاعد هناك اهو.
غزل البنات وكنفاني واحنا جايين نخسس الولد؟ ده انا نفسي جزعت من الدخله بس. مش عارف ليه بس انا حبيت المكان ده قوي. يلا حبيبي، على مهلك بقى هنا، على مهلك. لو حد قال لك تاكل قول له انا اكلت في البيت. لو قال لك صدر ولا ورك تقول ايه؟ اي حاجه يا كابتن. سنتر ولا وينج؟ اي حاجه يا كابتن، احنا ضيوف. ومش عايز شقاوه في الملعب، ابوس ايدك خلينا نخلص من الوصيه دي على خير. ايه يا ولاد؟ مش هنلعب كوره ولا ايه؟ عليا النعمه بنعمه ربي، التدريب ده لو ما اتظبطش النهارده ما في عشاء بالليل. هو بيعملهم كده ليه؟ هو ماسك عليهم زله؟ يا انا مش قايل 100 مره الكوره لو جت هنا تاني هقطعها لكم. هو ده المدير الفني بتاعهم ولا ده جارتهم؟ مش فاهم. عمر يا بيه. ابراهيم النويري ابو باشا. استغفر الله العظيم. باشا دي الدنيا منوره. اهلا يا اساتذه، اهلا يا باشا، اهلا. تعالوا يا اولاد، تعالوا سلموا على صاحب النادي اللي هاويكم. اهلا وسهلا يا معلم باشا. يا باشا ده الناس كلها هتفرح. تعالوا اعرفك بقى بالفريق كله يا باشا. يلا اتفضل يا باشا، اتفضل. اتفضلوا بقى اواد. ربنا يا ساتر. اتفضل يا باشا. ودود قوي. اجمع يا ابني. اعرفك يا باشا كابتن بسكوته، كابتن فريق. اهلا وسهلا. ازيك يا راجل يا حلو؟ ده حلو حلاوه بقى يا باشا. ده في ميزه تسقطه جوه الملعب يبوش. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. وده يا باشا بقى بندق وفستق، اخوات توأم يعني. فاكر الاخوات شوقي يا باشا؟ بتوع كابتن ماجد. دول اكيد لعيبه فظاعه بقى. بس هما بقى بيحاولوا يتدربوا على اسمها ايه دي اللقطه اللي الضربه المزدوجه. بالظبط يا باشا. جميله تسلم ايديكم. اتفضلوا يا باشا. سكر يا ابن اللعيبه. ازيك؟ ده لعيب مشهور ده، انت عارفه؟ لا ده الديلر بتاعي. الديلر بتاعك؟ ده بقى بينزل الملعب بياكل الحشيش. ده بيعمل ايه هنا؟ ده اكيد بيلعب شمال ويدي باكات بقى ولا ايه؟ وعليه رفعه. انت حافظ. ازيك يا وحش؟ مش تقول لي اني خرجت من السجن؟ كلمك ها. ده باشا فرانز بيكن باودر، ده كان شغال فران في المانيا. بس جه ياكل عيش هنا هو. لا بس ما شاء الله يا كابتن كنفاني فستق وبندق وبيكن باودر. دي الماتشات دي بتتذاع على CBC سفره بقى. طبعا. اسمع من بقك ربنا. مبروك. كابتن كنفاني كنت عايز اتكلم معاك في موضوع كده. خدام يا باشا. انا جايب لك صفقه العمر. ايه هتمشيني من نادي الزباله ده؟ لا يا كابتن كنفاني تخيل معايا كده لو المقادير اللي عندك دي زودنا لها زبده. ايه هتنفش يعني؟ تعالى يا كابتن كنفاني. الصفقه اللي بكلمك عليها دي لعيب من العيار التقيل قوي. انا حاسس ان كاس العالم بيقرب. عشان انا لما اتشل يبقى عندي مبرر. وبترجع تزعل لما بضرب الولد قدام الناس. لا 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 ابو تمد ايدك ايه؟ احنا نروح البيت وبالحزام يعرف شغله. كابتن كنفاني انا النهارده جايب لك احسن مهاجم في مصر. الله عليك، الله يبارك لك ويوسع عليك. محمد صلاح ده ينور الدنيا كلها. بقى محمد صلاح هداف الدوري الانجليزي هيسيب ليفربول ويجي يلعب في غزل البنات. وايه المشكله يا باشا؟ هننسقها مع بعض يعني. لا ننسقها. انت مشكلتك في المواعيد. هو مش داخل مسلسلين في رمضان. ده محمد صلاح. كابتن كنفاني انت اهبل صح؟ حبيبي هجيب لاعب محلي. محلي؟ مؤمن. بحب مؤمن. انا عايز مؤمن. وانا كمان عايز مؤمن او كوك دور. يا ابني ما كفايه فضايح بقى. كفايه فضايح بقى. انا بعت اجيب غدا. صبر باي حاجه، بسكوته ولا حاجه. بسكوته؟ لا 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 استنى. بسكوته ده كابتن الفريق، ده لعيب. قصده بسكوته حقيقيه مش صندوق. كابتن كنفاني. نعم. احب اقدم لك النهارده المهاجم الجديد لنادي غزل البنات، الكابتن زبده. يا باشا ده مش شكل لعيب، ده شكل محاسب مدرس تاريخ. لا 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 يا فندم، مش انا سمسم اللي هو بيبقى على الوش بس. لكن ده زبده. ده لا 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 كابتن كنفاني ارجوك ما تحكمش على زبده من شكله ولا من اسمه. بص انت ما تحكمش عليه خالص. كان نفسي اقول لك بص على نص الكوبايه المليان، لكن للاسف زبده شربها. بس هو حياته الكوره من وهو طفل صغير. الكوره عنده كل لغايه ما بقى شبهها. شايف بالنسبه له الكوره مش زينا. الكوره دي مختلف. زبده وري الكابتن الكوره. اوريك كوره؟ اتفضل. ايه ده؟ مش تقولي اوريك كوره؟ يا ابني وري له مهاراتك في الكوره. شوطها، نطقها، طوقها، اعمل شوف بتعرف تعمل ايه واعمله يا ابن الله لا يسيئك. ابهره يعني؟ لو مش هيعطلك. طب ما تقول لي ابهره، قول لي ابهره بعد اذنك كده. اتفضل بس اتفضل. هو هيعمل ايه؟ كابتن كنفاني. نعم. شايف الكوره دي؟ ايوه. شايف ثبت الزباله اللي في اخر الملعب هناك ده؟ ايوه. اللي وراه. هرمي الكوره دي في الهواء، بمجرد ما تنزل هنط لها واشوطها باك ورد
تنزل في السبت. هيعملها ولا ايه؟ مستحيل طبعا. بص يا حبيبي اعملها بس بالراحه عشان الغضروف، اوكي؟ خلاص العالم كده انتهى. بوبي هو زبده في الضمان، اصله بلع لسانه. ايه يا دكتور؟ انت كدكتور يعني ما عندكش دم؟ الواد هيموت مننا وبالع لسانه. بس انت ما قلتيش ان هو ده المريض. لا ايه يعني كنا طلبنا دكتور بيطري عشان هو من الثدييات العملاقه؟ لا مش القصد. طب ايه نوديه التوكيل نحطه على الكمبيوتر؟ يا جماعه انا اعرف زبده هو بيبلع لسانه كل يومين، وموضوع الاسعاف ملوش اي لازمه خالص، احنا مش محتاجينه. انتوا بس شربوه 7 مع التكريعه لسانه هيرد خلاص. يلا يا جماعه يلا. 7 هيرد. في إطار سعي الدائم لتطوير مجموعة شركات النويري اللي هي عاجلاً أم آجلاً هتبقى بتاعتي، لقيت إنه للأسف محتاجين نقلل الصرف. ايوه الريحه بقت لا تطاق في الشركه. الاساتذه اللي ما بتشدش السيفون والاستاذ اللي بيرمي الكلينكس في قلب الكابانيه، انا مش عايز اقول اسمه بس انا دلوقتي بحذر، الصرف اتسد. الصرف يعني المصاريف يا جحش. انت مش درسنا حضرتك يعني ينفع ترميها لي على اليمين وانا اتركن على الشمال؟ مش يعني ابهرنا معاليك زي ما عودتنا. المهم لقيت إن السكر غالي قوي، سافرت كمبوديا بنفسي، والله بنفسي، واستوردت بديل للسكر المحلي وبربع الثمن. سكر كمبودي فاخر، ده اللي مكتوب على الكيس زي ما انتم شايفين باللغه الكمبودي. حد فيكم بيفهم كمبودي؟ طب كويس. لو بصينا تحت على اليمين هنا هنلاقي جمجمه حمراء، دي مش عايزكم تقلقوا منها، دي رمز الجوده الكمبوديه. ايوه زي صحتك في العلبه دي بس بالكمبودي. لونه الرمادي وقوامه الخشن اللي شبه الرمل يوحي لك للوهله الاولى انه اسمنت بورتلاندي، لكن ده مش حقيقي. انت مجرد ما بتحط السكر وبتسيبه يفور شويه، ما تقلبش. اي احتكاك في الفنجان هموت كلنا، ارجوك. لو دقتوه بعد كده هتلاقوا طعمه مر شويه، انما بعد كده هتبان الحلاوه. عموما هو اوفر كتير، اوفر. الله الله، اجتماع مجلس اداره من غيري؟ حد قال لي ان في اجتماع يا منى؟ لا يا انسه شاهي. حد بعت لي ايميل بيقول ان في اجتماع يا منى؟ لا يا انسه شاهي. حد قال لي على جروب الواتساب ان في اجتماع يا منى؟ انا مش على الجروب يا انسه شاهي. مرتضى، انا حاطه عيني عليك وشايفاك وفاهماك كويس قوي. خاف مني، خاف مني كويس قوي يا مرتضى. غشيمه البنت قوي. المهم ندوق بقى كلنا الشاي. بسم الله الشافي. الحمد لله الحمد لله يا حبيبي. ها يا كابتن كنفاني، هتاخد زبده معاك ولا لا؟ لعلمك زين الدين زيدان لسه قافل معايا دلوقتي وعايزه في ريال مدريد. لا والله. والله انا اكدب عليك، احنا بس واقفين على مشكله هيتشحن ازاي، ان كده هيضطر يخش جمارك. لا يا عم خلينا نسبوع بيه، وده لعيب، ده تهمه. كابتن كنفاني انت بتعرف تعد لحد كام؟ بالراحه بالراحه بالراحه، ما احنا قايلين بلاش لحمه حمراء عشان النقرس. تعال خلاص يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشاعر: مهلهل مدلدل منتفخ متسخ معا ككتكوت مشوي والحلو هيكون ام علي. يسعد مجلس إدارة نادي غزل البنات لكرة القدم أن يعلن عن تعاقده مع النجم عبد العزيز زبدة بعد مفاوضات استمرت لدقائق معدودة عشان يكون كابتن عبد العزيز هو مهاجم نادي غزل البنات الجديد. أي أسئلة؟ الحقيقة في أسئلة كتير جدا، بس أنا هختصرها في سؤال واحد. ليه زبدة؟ يعني يعني هقول إيه طيب؟
اقول ايه ولا ايه؟ لو عايز الخصها في كلمه واحده، البلد يوكل. يا فندم ازاي وقع اختياركم على كابتن زبده؟ البصيره، وانا بدعي ان انا شواف، اقدر يعني اتوقع المستقبل عامل ايه. يا جماعه هذا الرجل موهبه حقيقيه. كابتن زبده عباره عن جوهره مدفونه ما بين طبقات من الدهون. لو قدرنا ان احنا بسكينه ونكحت هذه الطبقات فتسلي، هنكتشف ان احنا امام موهبه هتاكل النجيله حرفيا. كابتن كنفاني انت شايف الكلام ده صحيح؟ 99%. الزبده ده يا جماعه صفقه العمر بالنسبه لي. الزبده حابب تقول حاجه للجرايد؟ حابب اقول لكل الجرايد راعوا ربنا شويه، راعوا ربنا شويه. الجرايد ما عادتش بتشرب زيت وانا مش عارف اقلب بطاطس. وانا بحب البطاطس مقرمشه. رياضي كوميديان. انا بشكركم جدا على تواجدكم معانا، وبوعدكم ان شاء الله بلقاء قريب جدا في ساحات الملاعب. زعزع، اوامرك معاليك. انا عرفت هنقلل المصاريف ازاي. من غير ما تكمل معاليك، انا خلاص قريت الندى. احنا فعلا لو غيرنا اللمض بتاعت الشركه دي كلها بلمض موفره هتسمع معانا جامد في فاتوره الكهرباء. انا عندي معاليك جايب اللمض الحلزونيه دي بالضمان. حلزونية ايه ولمض ايه يا جحش؟ هو انا عايز اقلل المصاريف بجد؟ انا بعمل كده عشان اخرب عليه الدنيا، عشان ما ينفذش وصيه عمي. طب ازاي معاليك؟ هتعرف في الوقت المناسب. كده أغلبية. معلش بقى يا أستاذ شوقي، مش هنعمل كيك بنكهة المفتقة، هنكمل بالنكهات العادية. ماشي يا جماعة، كده جدول الأعمال خلص، تقدروا تتفضلوا. بعد اذنك يا استاذه شاهي، انا عايز اقول حاجه. ما كان بقالنا ساعتين قاعدين، جاي دلوقتي عايز تقول؟ طبعا انتوا عارفين المجهود الخرافي اللي انا ببذله عشان اقلل مصاريف الشركه. وعلشان كده بقى جبت لنا السكر الكمبودي. لعلمك بقى الشحنة اللي انت جبتها قعدت 5 دقايق بالظبط في الشمس وبعدين انفجرت. وحد قال لكم تحطوها في الشمس؟ المهم، انا عرفت ازاي هنقلل النفقات. غزل البنات. ايه؟ عايزنا نعمل كيك بنكهة غزل البنات؟ لا طبعا. نقفل المصنع وننزل نسرح بغزل بنات؟ انا بتكلم عن نادي، فريق غزل البنات بتاع النادي. ماله؟ الفريق كل يوم في النازل، دوري درجة ثالثة وشوية هينزل درجة رابعة، وبيتصرف عليه 4 مليون جنيه في السنة. أنا بقترح إن احنا نحل نادي غزل البنات ونمشي فريق الكورة. عن إذنكم. يلا بقى اهو جنبك اهو. زبده يا عم اهو. اوه اها حرق دمهم. اوه اوه زبداوي زبداوي قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ قاعدين ليه ما تقوموا تروحوا؟ ايه ده هم روحوا؟ ده انا كنت بقولها مجازا كده. اقعد يا سمسم، اقعد يا حبيبي. انت داخل تملى وخلاص. هو انت معديم الاحساس والسنس للدرجات دي؟ يا ابني المدرجات فاضيه، مفيش اي جمهور غير ال3 بتوع نقابه غزل البنات دول، غير كده مفيش حد. انت بتغني لمين؟ ايه الزبده مولعها؟ الزبده مولعها على الاخر حبيبي يا ابني. الزبده من ساعه ما الماتش بدا وهو واقف في منطقه الجزاء بتاعه الخصم وما اتحركش. طب ما انت تلاقي الخصم واقف في منطقه جزاء. انا مربي ابني على كده. انت تحب حد يقف في منطقه جزاء؟ لو حد واقف في منطقه جزائك هتعمل ايه؟ لا اقف في منطقه جزائه طبعا. علشان الغلطان بياخد ايه؟ لا بياخد جزائه طبعا. اهو انت اللي قلت. ده انا اقلع الجزمه وادي نفسي 60 صرمه علشان الوصيه دي تخلص. زبده حبيبي، شوط واقعد عشان الدوالي، ما تجريش. يا الله يا رحيم يا رحيم. ازيكم يا شباب؟ شهية، وانت ليه لابسه كده حبيبتي؟ عشان انا وطنيه مناضله، بحب مصر وبحب اشجع مصر. يا عديم الوطنيه. طب شهية، انت عندك معلومه ان الماتش ما بين نادي غزل البنات وغزل النسيج؟ ايه علاقه ده بالوطنيه؟ ما الغزل ده صناعه مصريه، صناعه مصريه ولا مش صناعه مصريه؟ جاهل. وبعدين مالك نرفز كده النهارده؟ انا ليه ابقى متعصب صحيح؟ حبيبتي بصي على النتيجه، 12-1. يا نهار اسود، احنا بقينا 12 يناير؟ ده انا ما نزلتش الشتوي. يا بني ادم ارفع الشتوي بقى، ما تنزلش. طب انتوا مقتنعين معايا ان انا مبتلى في كل اللي حواليا، صح؟ انا مبتلى. هو في سنه ابتلاء فعلا. انا مبتلى. انت ما نزلتش الشتوي؟
ما نزلتش الشطوط. النتيجه 12 واحد ليهم، احنا جاي فينا 12 جون مقابل جون لينا. حارس المرمى بتاعهم شاط الكوره ايد ورجل، خبطت في زبده ودخل. يعني زبده اللي صنعه. انت كلبه صناعي اهداف، انت كلبه هدافه. وادي خلي بالك عايز يعدي ايه العبث اللي بيحصل ده؟ دي مكنه في ارض الملعب ووقف، اقسم لكم بالله وقف بمنتهى الثقه. واكيد الاوردر ده يا جماعه اوكي لسه بقول لحضراتكم ده زبده يا جماعه، رجل كل المباريات، نجم غزل البنات اهو واقف وبياخد الاوردر، بيطمن على الكبده سخنه ولا ساقعه، وهو لازم الحكم يتدخل، واهو والنبي اهو هيديله كارت احمر ولا ايه؟ وهوبا ده بيديله الفكه. يخرب عقلك يا راجل، ده حاسبه يا جماعه. وبصوا الراجل بيطلب التبديل، ده المدرب يا جماعه بيلطم اهو. ايه ده؟ ليه كده بقى؟ ليه كده؟ يعني ايه يطلب دليفري في الملعب؟ يطلب دليفري في الملعب؟ ادي اخر دلعك في الولد، قعدت اقول لك دي مش طريقه تربيه. اتفضل ادي النتيجه. لا انت عندك حق. يعني ايه يجيب دليفري وانا جايب له معايا طاجن محشي بالليه ولوليتا؟ هو ليه ياكل بقى القرف اللي من الشارع ده؟ خلونا في المهم. مرتضى دلوقتي حاططنا في دماغه ومصر يقفل لنا النادي. ليه مرتضى يقفل لنا النادي ليه؟ احنا غلطنا في الزمالك؟ لا مش مرتضى، ده مرتضى التاني بتاعنا العادي. يا عم خضتنا يا عم. طب والتاني ده بقى ليه حاططنا في دماغه؟ احنا عملنا ايه؟ علشان النادي بيخسر وبيكلفنا كتير، والاسبوع الجاي هيتعمل تصويت لاعضاء مجلس الاداره في قفل النادي. طب والحل؟ ان النادي يعمل نتائج ونبتدي نكسب، ساعتها الاقي حاجه اقدر اقنعهم بيها. معلش هكرر حاجه بسيطه بس. طب والحل؟ ايه ده؟ اعيد الاجابه تاني يعني ولا ايه؟ سمسم تعالى ورايا. شايفه اللمعه اللي ظهرت في عينين ابو دي؟ اللمعه دي لما انا بشوفها بعرف ان احنا هنتروق. عن اذنك. لا اله الا الله. غزل البنات يا اموره. عندك لب؟ حلو قوي اللي حصل ده. الشوط اللي جاي بقى ايه؟ نبصي لبعض اكتر. انتوا السبب في ان احنا نشيل 13 واحد. ما خلاص بقى كنفاني روق كده. امال محسسني انكم كنتوا بتكسبوا قبل كده. كنا بنتغلب بس بنشيل 6 7، مش بنشيل 13 واحد في الشوط الاولاني. وبعدين في راس حربه يطلب دليفري في وسط الماتش. يعني لو باك شمال كان عادي يعني. وبعدين فين زبده؟ في الشوط الاولاني جات له ضربه ركنيه ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي. يا حبيبي جات له ضربه ركنيه؟ طب وهو عامل ايه دلوقتي؟ كله من شريطكم الهباب. خلاص بقى انت هتقعد تقطمنا. كنت قلت لي بتعد لحد كام؟ كل ما النادي يفوز هتاخدوا هدايا. عجل وبلاي ستيشن وباتيناج وعلب مكياج. اللي هيعمل اسيست لزبده هياخد هديه. اعتبروه حاله انسانيه يا جماعه، زبده محتاج مساعده. لو زبده جاب جول هتاخد هديه. المهم تحطوا زبده في قلوبكم وما تخافوش من الكوليسترول. يلا يا زبده، الاستراحه خلصت. استراحه خلصت؟ هو ده كله كان شوط؟ انا بقالي كتير قوي هنا. ايه يا زبده؟ ايه يا حبيبي؟ لا ده اول شوط في حياتك، اجمد كده بقى. امال عاش يا وحش عاش. عاش ايه يا ابني؟ هو ده يفهم عاش؟ ده راح جيم ده ولا ورد على صاله حديد؟ معلش يا زبده، واحده كده. انت على ما توصل الملعب اصلا هيكون الشوط الثاني خلص. يلا مين هيروح كاس العالم؟ يلا انت روحي كاس العالم. بس ده يتحمس بكاس العالم ده. مين يروح الشبراوي؟ انت كلبه روحي الشبراوي. اهو بقى هوبا بيسا. تفتكر هيساعدوها نكسب؟ ما عنديش شك ان هم هيساعدوه، لكن نكسب. يا مساء الفل على الفريق الكسبان. هي نجوم مصر بتعرف تعد لحد كام؟ لا ما بنعملش حاجه. احنا حد الله ما بيننا وما بين الحرام. احنا عينينا ليك يا عم سمسم. انت عارف ان انا عمري ما ضغطت على حد بالفلوس؟ يا فندم واضح. انت حاسس ان انا ضاغط عليك؟ لا يا فندم خالص. رغم ان دي فلوس. اكيد طبعا يا فندم. انا حطيت 200 جنيه جوه كل كيس من اكياس غزل البنات. الحياه غاليه جدا يا سمسم. اكل والشرب بكام النهارده؟ بص لي هنا كده يا عم سمسم. معاك يا ريس. النهارده بنتكلم عن دوري المظاليم، دوري الدرجه الثالثه. ظاهره خرجت الفتره اللي فاتت اسمها زبده. معايا داخل الاستوديو الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، اللي من بعد التعاقد مع زبده الحقيقه شفنا نتائج مختلفه تماما. اهلا بيك كابتن ابراهيم. اهلا بيك يا كابتن، واهلا بالساده المشاهدين، وتحيه عطره بريحه الزبده الفلاحي. يمكن زي ما حضرتك قلت كده الدوري افرز لنا ظاهره، او يعني في ظاهره يعني احنا شمينا
الظاهره دي، يمكن الجمهور شم الظاهره. فيمكن احنا كنادي بدانا نحس ان شمينا ريحه حاجه، في حد عمل حاجه. الريحه دي ايه مصدرها؟ انا بس طيب اسمح لي ارحب برضو داخل الاستوديو بضيف التاني. هي انا ما عرفتش قوي افهم قبل الهوا هو مين، فمحتاج تعرف الساده المشاهدين بحضرتك. سمسم يا فندم. سمسم. مين حضرتك يعني؟ عرفنا بنفسك. يعني مثلا لو حضرتك هتكتب على الشاشه ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، ممكن تكتب سمسم ابن الداده بتاعت ابراهيم النويري صاحب نادي غزل البنات. لا ما هي لو قله قيمه اتكل على الله، انا اروح اتفرج على القهوه. لا اصل هو على الهوا، اخد المج بتاعه واقعد في اي حته وخلاص. معلش خليك. طيب يعني خلاص يبقى احنا كده معانا النهارده الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات، والكابتن سمسم ابن الداده بتاعه الكابتن ابراهيم النويري رئيس نادي غزل البنات. زبده، عرفنا بيه اكتر. انا كل اللي عايز اقوله ان زبده لعيب غير تقليدي، ما تقدرش تقول عليه خالص تقليدي، لان زبده ما بيلعبش كوره. عارف حضرتك ليه؟ لان اللي بيحب حاجه ما يلعبش بيها. بمعنى يعني زبده حب الكوره. ايه يا جماعه خير؟ زبده حب الكوره اضعاف ما الكوره حبت. طب يعني دي كوره يا جماعه، استهدوا بالله. شوف يا كابتن، انت عارف ان كل حاجه اسمه نصيب. واصعب حاجه في الدنيا ان يبقى في علاقه حب من طرف واحد. يعني ده بسبب حجمه؟ لا انا ما احبش بقى اخش في اعراض بقى، يعني اصل موضوع الحجم والعرض وكده دي اعراض، لان باختصار يعني فافضل ان احنا نتكلم عن مميزاته فعلا كلاعب وكموهبه حقيقيه. مهم جدا. طيب يمكن ده بيرجعني مره تانية للعناوين اللي بتتكتب من وقت للتاني عن ضروره ان هيكتور كوبر يضم زبده للمنتخب. هي برضو فكره ضم زبده دي بترجعنا لفكره علاقه زبده بالكوره او حب ليها. لان فكره منتخب يضم زبده لا. امال ايه؟ لا، زبده هو اللي هيضم المنتخب، زبده هو اللي هيضم زمايله. هو عنده من العطاء اللي يخليه يحتوي زمايله. هيضم الاتوبيس، هيضم المنتخب، هيضم زمايله. طيب انا اسف على الانفعال. لا انا مقدر حجم الانفعال ده، لان يعني ما حدش كان يعرف نادي غزل البنات، ولما يتعرف اسمه يتعرف بسبب موهبه كبيره زي زبده بحجم اللي انا بسمعه عنه. يعني تخيل فلما غزل البنات يطلع زبده، تخيل. تخيل انت يعني تخيلها في دماغك. انت عاده بيبقى الزبده بتطلع غزل البنات لما تقرص عليها زبده وسكر تطلع غزل البنات. لكن تخيل لما غزل البنات تسيبه يسلي معاك يبقى يطلع حاجه زي دي. عارف حضرتك يمكن هو من القلائل اللي اسسوا فكره حاجه اسمها مدرسه الاستغناء. حتى مثلا في الاوردرات لما يجي يعمل اوردر اكل مثلا او حاجه اثناء الماتش، مستحيل هتلاقيه بيسال زمايله تاخدوا ايه. لا معلش بس هوقف هنا، بيعمل اوردرات في الماتش؟ في نظام غذائي من قبل الماتش بفتره، وفي افرازات معينه لو ما كلش اثناء الماتش الافرازات دي تنزل فتشكل خطوره على الفرقتين. ويمكن كابتن كوبر يعني هو مجبر اخاك لا بطل، هو ما يعني كابتن كوبر ما عندوش هداف صريح يلعب بيه قدام روسيا. مفيش هداف. لا معلش يا جماعه لازم اقف هنا، احنا عندنا محمد صلاح. يعني طب متوقع طبعا حضرتك تتكلم في حاجه زي كده. طبعا كل التقدير لكابتن محمد صلاح فوق دماغنا، بوجه له تحيه من خلال برنامج حضرتك. ولكن تعالى بالورقه والقلم، لا احنا عندنا زبده فارق كتير عن محمد صلاح. زبده فارق عن محمد صلاح؟ الفرق لصالح زبده ازاي؟ عندك مثلا زبده مستحيل ترقصه، فاهم حضرتك؟ تقدر ترقص عماره 3 ادوار؟ لا منطقيا لا، ما احنا بنتكلم بتكلم بلغه الكوره. فانت عندك مشكله انا اتكلم بلغه الكوره ولا؟ بالعكس ده يهمنا جدا نتكلم هتلقط معايا؟ انا احب اتكلم بلغه الكوره يعني جدا. انا احب اجمع الولاد كده بعد صلاه الجمعه في البيت كلنا نقعد نتكلم بلغه الكوره، ويعني دي عاده عندنا يعني. انتوا عيله كرويه اصلا؟ لا احنا ما نفهمش في الكوره، بس نحب نتكلم باللغات، ويعني بالذات لغه الكوره نحب نتكلم بيها قوي. كابتن محمد صلاح لعب في الدوري الانجليزي، منتخبات كتيره جدا اتفرجت على كابتن محمد صلاح، عارفين التكتيك بتاعه، عارفين تحركاته في الملعب ايه. النهارده احنا معانا زبده لا يتفوق عن صلاح انه نكره. محمد صلاح عارفين هو هنا ومفيش ماسكه برضه، يعني فاهم قصدي؟ يعني صعبه 8 عايز تمسكه بقى 8 تربطهم في بعض، يعني تلحم 8 في بعض وبعدين تمسك، وده طبعا ده مستحيل يحصل حتى دوليا. اما انت حتى لو لحمت 8 لعيبه بيبقى في الفروق بتاعه اللحمات دي، فبيبقى في حاجات بتبوظ، فيعني بص ما تتخيلهاش، مستحيل تحصل. يعني منظر مقرف، احنا مش عايزين يعني هو منظر صعب شويه كمان على المنافسين اعتقد. ما هو ده برضو ده تكتيك حضرتك احنا ساعات بنستخدمه. فكره الترهيب، ان احنا بنوريهم الدهون المشبعه اللي عند زبده فهتخليهم يكشوا. لا يعني لو اي لعيب مثلا شال رفع الفانيلا ياخد انذار. مظبوط. زبده لو رفع الفانيلا ياخد 6 شهور، لان المنظر انت مش متخيل. في العالم كله بيتكلموا على سرعه محمد صلاح. هل زبده يعني اسمح لي بوزنه ده
قادر على مجاراة سرعة محمد صلاح؟ هو طبعا ما فيش نقاش، كابتن محمد صلاح سريع، ولكن انا بتحدى كابتن محمد صلاح يقدر يقفل عداد. زبده يقفل عداد لان هو عارف كويس جدا انه عنده استابيليتي او اتزان مستحيل في الملفات يقلب، مستحيل. وبعدين يمكن في حركه شهيره كده عند زبده احنا جوه الفريق عارفينها بتاعت الفوار دي. لا غير دي الفوار دي بعدها. طب استنى انا عايز اعرف ايه قصه الفوار دي. ما هقول لحضرتك، هنقول بقى لحضرتك. بيبقى مثلا هو بيجري على الوينج او حاجه وزمايله كلهم في منطقه 18 فتلاقيه يقولوا له ايه زبده اعمل لنا رفعه الحواوشي. ايوه يسموها رفعه الحواوشي. هو ليه تتبيله معينه كده بيغرفها من تحت، تلاقي الكوره بدل ما هي بيضاويه ما اعرفش ازاي بيعملها، تبقى عامله زي رغيف الحواوشي كده بتلمع من فوق وايه طايره زي الطبق. بتلاقي التمانيات برضو قرمشت كده من الاطراف في الحته دي، والمقصات برضو مقرمشه كده، بتبقى حلوه قوي. كل ده هو اللي مسميها اسمها رفعه الحواوشي. هو سيم كده بين زمايله رفعه الحواوشي، يجي بقى بعدها الفوار. عرفت بقى حركه الفوار جت ليه؟ عارف حضرتك لما بنجيب جون مش في ناس بيجروا ويقوموا قالعين الفانيلا او حاجه، احنا لا، بعد رفعه الفوار دي بتبقى كرعنا كلنا كفريق، حركه بتبقى حركه واحده، يجلي بقى الصدر، تلاقي اللعيبه فاقت تاني عشان ياخد الكرة على صدره. هل زبده بيطمح من تخيل معايا كده يا زهزه انه يحترف بره مصر؟ لو حد عمل مداخله دلوقتي في البرنامج واتهم زبده بانه بياخد منشطات، ساعتها هيضطروا يعملوا له تحاليل والمنتخب هيرفضه بسبب حالته الصحيه. يا سلام. احنا مش هننكر. انا بقى حضرتك دي تبقى صدفة عسل معليك، بس مين اللي يعمل كده؟ ايه في حد معين في دماغك؟ قصدك انا اشوف حد يعمل كده؟ انت تعمل كده؟ انا. طب ما تقول على طول معليك يعني، بس يعني. طيب معانا اول تليفون. الو. الو، مساء الخير. تحياتي ليكم ولكل فريق الاعداد ولكل اللي موجودين معاك دلوقتي في الاستوديو اللي انا ما اعرفهمش ولا اعرف اساميهم ولا اعرف عنهم اي حاجه. انا بس كنت عايز اقول حاجه. طبعا حضراتكم زي ما بتقولوا ان كابتن زبده شعله نشاط، يعني بياخد الملعب كله رايح جاي. طب ازاي يعني؟ هل بيتعاطى منشطات مثلا؟ انا بسأل عادي. لا معلش يا فندم، احنا اسفين جدا جدا، احنا ابننا ما بياخدش الكلام الفارغ ده، ولا منشطات ولا الكلام. هو بس ده ولا الفوار اللي احنا قلناه ده من شويه، ده احنا اتكلمنا عنه، ده فوار ما فيهوش حاجه. والمرهم بتاع التسلخات، والتسلخات دي دوليا دي تعتبر منشطات؟ لا ما ده ولا حاجه. طب يعني هل مثلا يعني عملتوا ليه تحاليل تثبت اهليته ان هو يشارك في المنتخب؟ انا بسأل عادي على فكره. طبعا احنا هنعمل ده، احنا بس عايزين يعني مش لاقيين وريد او عرق يعني، فاهم؟ مش عارفين نقفش ده من زبده. اول ما هنقفش اي حاجه زي كده هنعمل التحليل ونجيبه فورا طبعا. احنا حضرتك لو عارفين نقفش وريد ولا بتاع كنا عملنا DNA وعرفنا هل هو فعلا يتيم ولا مش يتيم، ويبقى خلصنا من الفيلم اللي احنا فيه. لكن ما احنا لو لقينا عرق احنا هننكر يعني. هو بشكل عام بيكون دايما في البطولات الكبيره في اختبار منشطات وتحليل بيتعمل على كل اللاعبين، فاعتقد ده زبده يكون جاهز ان هو يخضع ليه. طب انا هقول لحضرتك على حاجه، احنا مش على هوا، هو انا بقعد قدام الجمهور كابتن سمسم بكره ان شاء الله، تاخد كابتن زبده وتطلعوا على مطعم البرج تعملوا كل التحاليل اللازمه، وبكره بالليل نظهر مع الكابتن في البرنامج. طب ده هيحصل ازاي ده؟ دول عايزين تحليل صايم، احنا مش عارفين نصومه نص ساعه حتى، نحلل ايه؟ عندي سكه. هات التليفون. اللهم إني أحمدك وأشكر فضلك حمدا كثيرا يا إلهي. الحمد لله يا زبدة، تحاليلك كلها مثالية، ما تخرش المية. سنة سمسم بقى، سنة سمسم عشان كمية الدم اللي اتسحبت منه ما ترقدوا يعني. هم خدوا منك عين الدم ليه؟ ما تشغلش بالك يعني، هو الدكتور بيحب يجمع عينات يعني زي جمع الطوابع كده وبتاع. ما تشغلش بالك انت حبيبي، كلت اعصج لك لحمه. طب هم ما خدوش من ابو ليه؟ لا هو اصلا ما حبش يزفر الازايز في المعمل وكده فخد مننا. ما تشغلش بالك كده. سمسم ايه؟ انت مش ملاحظ حاجه؟ الفيلا فاضيه، اهل بطل عرر مشيوا. ايوه اللهم الف حمد والف شكر ليك يا رب. ايوه فعلا الحمد لله، الف حمد والف شكر ليك يا رب. خلاويص. ايه ده؟ هو ليه ادونيس عامل كده؟ خلاويص مسكتك. دول طلعوا بيلعبوا استغماية عادي خالص. ايه ده؟ الله، انا العب معاه.
انا مبتلى. انا ربنا بيبتليني في كل اللي حواليا. انا هطلع انام عشان تشكيله المنتخب بتاع بكره يعلنوه. ايه علاقة انك تنام بتشكيلة المنتخب يعني؟ مش انت بتنام قبل التشكيلة عشان الحموضة، ولا لو سهرت مش هيبقى فيه تشكيلة؟ وايه الفكرة يعني؟ انت عارف ان انت لو طبقت قبل التشكيله ممكن يسقطوا النني دفاع مثلا؟ يا راجل اه والله. انا ما اعرفش، انا دايما بسقط النني بتاعي لما باجي انام، بقوم مسقط النني بتاعي ده وخلاص ونايم انا لا يا خطر بقى. انا مبتلى. الحقنة غبي. عشان يا ابو باشا. اوه صباح النور يا طلعت، ايه الاخبار؟ وشك منور النهارده يعني. والله انت اللي عسل ومنور ونعيما. عليك يا باشا. نعيما مقدما. الله عليك. تحب اقفل لك الباب وانا خارج؟ لا يا باشا عادي، مش حاجه. طبعا عادي مفيش حاجه. ايه يا سمسم مالك في ايه؟ اعلنوا تشكيلة المنتخب. يا نهار اسود، يا نهار اسود، ده اللي كنت عامل حسابه. انا ما نمتش كويس. سقطوا النني. يا ابني انت مهتم بالنني كده؟ انت كنت بتذاكر له، مش مهتم بزبده؟ زبده عمل ايه؟ عمل بيض بالعجوه يا ابو، قلب ريحه الفيلا. بص انا في الاول ما كنتش مقتنع، بس لما دقت السمنه البلدي. يا غبي زبده عمل ايه في تشكيله المنتخب؟ كوبر خده؟ لا 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 لا. تعالى بقى نشوف نليسها ازاي. طار الخطوط عبود الجوية إلى قيام الرحلة الاستثنائية إلى موسكو المحسنة أوي يا بطاطا. غبي انا متفق معاه يقول الى موسكو المتلجه قوي يا لوليتا. بطاطا ايه اللي في موسكو بس؟ هي دي المشكله اللي هتوقعنا. هيضيعنا. الله يحرقك يا سمسم، هي دي الطياره يا غبي. ايه ابو، ما هي شاهي ما رضتش تدينا فلوس. انا قلت اعمل رحله لموسكو ب 200 300 جنيه كده، بس بقول لك ايه، اتقل. انا محفظ لك الناس دي كلها وكل واحد عارف هو بيعمل ايه بالظبط. شاكرين يا عم سيد. لو معاك اي ازاز ميه نسيبها هنا علشان ممنوع نطلع الطياره بازاز ميه. عشان التفتيش. طبعا عشان التفتيش. طبعا. طيب الطياره دي تقريبا حملت، فهناخد بقى الطياره الثانيه اللي هي الطياره الخاصه. الطياره الخاصه. معلش يا زبده بقى، الطياره دي حملت. انت عارف كاس العالم زحمه بقى، كل العالم رايح. مفهوم. بقول لك كابتن موسكو دي. موسكو يا أستاذ، اتفضل يا أستاذ. ابو لو سمحت اتاكد انه موسكو على طول، لانه ساعات بينزلنا طلبيه ويدفعنا اجره تاني لموسكو. لا هي موسكو. تعال. طب يلا. موسكو دايري اطلع يا أستاذ. يلا تطلع سلم الطياره بقى ولا تدوخ؟ يلا. موسكو دايري، موسكو. اوبا شرحة وبرحة وتسجيل. ايه الكراسي الضيقه دي يا جدعان؟ هو اتحاد الكره مش عارف يجيب لنا كراسي بيزنس؟ معلش يا زبده، ما غصب عننا. انت عارف ضغطة بقى كاس العالم، فهم قسموا الطيارات على 2. الطياره بتاعت المنتخب بتحمل من غمره، ودي يا دوب كده يعني تحمل باقي الناس. طب يا جماعه، ما هي رجلنا اللي نملت من الزنقه دي هي اللي بيجيب اجوان، ما ينفعش كده. مساء الخير. اتفضل. امسك يا زبده، امسك. دي فوطه زفر عشان تنشف عرقك. اتفضل. ها تحبوا تتغدوا ايه؟ سميت وبيض ولا سميت وجبنه؟ سميت. السلام عليكم. معلش سميت وجبنه. ده النظام الغذائي اصله بتاع المنتخب ده، عاملين دايت معين. لا ماشي. 1 من 5. 3 من 10. ده ايه ده؟ 3 من ده توقعات نتائج الماتشات يا زبده. نتائج ايه؟ 3 من 10 دي نتيجه امتحان حساب، ده ساقط كده. النبي يا حضرات، اللي معاه حاجه يرميها قبل ما نطلع عشان في لجنه على اول الشارع. لجنه ايه؟ لجنه الفيفا هم عاملين كمين على الدائري عشان يتاكدوا ان اللعيبه مش واخدين منشطات. زبده اللبان ده تبدا تمضغه. الطيارات عموما وهي طالعه من الموقف بتعمل ضغط على الودن، فامضغ بقى كتير. صح. والنبي يلا يا اسطى عشان نلحق كاس العالم من اوله. ها؟ طب ايه يا جماعه، انتوا عايزين كده رايحين كاس العالم في ايه؟ يلا يا عالترع حود على موسكو، يلا يا عالترع حود على موسكو، او يلا يا عالترع حود على موسكو. مش بيوجعني من ايه؟ الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه. ايه ده؟ روسيا.
حسبي الله ونعم الوكيل. شوف الهوا نضيف ازاي. يلا يا زبده. جالكوا اللي هيعلمكوا الكوره يا روسيا. هو انا يا ابني ما اعرفش اعتمد عليك في حاجه يا ابني. تلاجة الموز اللي انت مقعدنا فيها دي ايه بقى؟ ما تلخبطنيش. مش انت قلت روسيا؟ انا معلي التكييف علشان خاطر امال اعمل روسيا ازاي؟ حبيبي انت عامل التكييف على 16 وفي روسيا بيعملوه على 21 عشان يفصل. لا ده انت لو هتكيف روسيا كلها انا عرفني برضه روسيا كام اوضه. هو انت ما اتفرجتش على الاعلان بتاع وزاره الكهرباء الروسي وهي بتقول يا جماعه اعملوه على 21 علشان تكلفه؟ ابا انت متاكد من معلومه 21 دي؟ ايوه سمسم. هو حبيبي البتاع اللي انت لابسه ده حريمي والله حريمي. دي من ريحه الحاجه بقى الله يرحمها. ماشي يا اخويا. طيب انا هروح بقى اشيل البتاع دي من على عينيه علشان خاطر بقى ايه تعالى حلوف تعالى حلوف تعالى اللي هتشيل. هتروح له كده. احنا كده في روسيا. ايه ده؟ البس البتاعه دي طبعا هنبقى في روسيا اول ما نلبسها. انا البس دي كده بقيت في روسيا خلاص. غبي اقول لك. يا نهار ابيض تصدق ايه شايف؟ رحت على طول موسكو. احنا في موسكو. ها يلا تعال. زبدتي. نورت موسكو يا عالمي. ايه رايك؟ لا احنا عينينا بقت زي الفل. الحمد لله على السلامه يا قمر. اخيرا وصلنا. هي الرحله كانت طويله كده ليه؟ لا معلش الدائري كان واقف خالص. الدائري الجوي اهو. بص في روسيا خالص. طب فين مستر كوبر والمنتخب صلاح والنني؟ مش يسلموا على زميلهم؟ ايه يا زبده؟ ايه هو انت تلميذ يا حبيبي ولا ايه؟ كابتن كوبر مخبيك. لا مخبيه ليه ان شاء الله؟ هو مستعر مننا؟ لا لو مستعر مننا ناخد الننا ونمشي. الطياره واقفه عند الكارت اهو. بس يا حلوف. مستر كوبر مخبيك مش عايز يحرق الكارت الكسبان بتاعه. يحرق الكارت الكسبان بتاعه يا اخي. ايه ده؟ ايه ما تستغربش. اللهم صل على كامل النور. الجاليه الاسلاميه هنا في روسيا ما بتفوتش فرض. لا ممتازين اهو الحمد لله ممتازين. المهم بس انت يا زبده دلوقتي كابتن كوبر بيقول لك ما تخرجش بره الاوضه دي. عايزه هو باعت لك شويه ماتشات كده عايزك تتفرج عليهم تفصصهم. جهزت الحاجه؟ معاك اهو. عيب عليك. يا مسهل يا رب. بقول لك ايه احنا عملنا كبير. شوف تكنيك اللعب عامل ازاي. اللعيبه بيعمل سمسم تعال اشوف الرفعه دي. يلا. الله يحرقك. ايه اللي انت عامله ده؟ منزل ماتشات كابتن ماجد؟ ايوه يا ابني انا منزل. مش انت قلت لي هات ماتشات كوره من على النت؟ تنزل كابتن ماجد؟ يا حبيبي انا منزل 40 حلقه يعني فيهم على الاقل 3 ماتشات. طب وما نزلتش حلقات بكار عشان الواد يتعلم الوطنيه؟ ايه علاقه الكرتون بالكوره بقى دلوقتي؟ يحرقك. الله يحرقك زي ما انت حارق قلبي. ابو سمسم مش عارف اركز. لو مش خايفين على زبده خافوا على مصر. ايه ده؟ مش دي ليتل ميرميد؟ كده المرحله الاولى خلصت. فاضل المرحله الثانيه. ايه هي بقى المرحله الثانيه دي عشان بس ابقى معاك في نفس الاطار؟ الماتش يا سمسم. الماتش يا حبيبي. انا هروح لشاهي علشان اطلع بقى الفلوس بتاعت الجماهير والاستاد والحاجات دي. وانت هتروح للمنتخب. حلو. منتخب ايه بقى؟ عشان بس ابقى معاك في نفس الاطار. هو ايه حكايه الاطار اللي انت عايز تبقى معايا فيه ده حبيبي؟ يعني ربنا يوسع عليك ابقى معاك في حاجه يا اخي. منتخب مصر يا حبيبي. منتخب مصر. طيب انت هتروح للمنتخب. لعيبه بتاع المنتخب تتفق معاهم ان يا جماعه معلش محتاجينكم تيجوا تلعبوا كده في ماتش خير عشان حاله انسانيه. تحب اقول لك ايه الحاله الانسانيه عشان تبقى معايا في الاطار؟ يا ريت. زبده يا سمسم. صح. ايه اللي صح بقى؟ انا مش فاهم. انا ما ببخلش غير من الغباوه دي. وبالنسبه للمنتخب الروسي دي اسهل حاجه بقى. هتنزل لي متحف مصر ولا فندق سفير اي فوج روسي هتشقطه وتيجي. بيحصل يا ريس. والله العظيم ما قلقان غير من الحاجات دي. يا نهار اسود. هجيب اي روس وخلاص. طب افرض طلعوا ما بيعرفوش يلعبوا كوره. حبيبي ما خير وبركه يا ابني. احنا عايزين نكسبهم. احنا عايزينهم ما بيعرفوش يلعبوا. ايوه بقى صح كده. اعتمد عليك. لا جدع يلا هي دي الروح اللي انا عايزها. يلا بينا. كامبا بقول لك ايه،
انا كنت عايزك في موضوع كده. موضوع ايه؟ في قصه كده يعني انا ما بفهمش فيها، بس واضح ان الناس كلها بتفهم فيها، فانا محرج جدا اسال في الحته دي. انت عارف، اخلص. بص اللي هي لا الحته دي انت فاهم قصدي؟ الكوره يا كامبا، الكوره. لا 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 يا سمسم، في راجل ملوش في الكوره. ما تحترم نفسك، ايه علاقه الرجوله بالكوره؟ من غير قله ادب يا اخي. بعدين انا وانا صغير ما كنتش بسال ماما عن الحاجات دي. مش عيب عليك تبقى طول بعرض كده، شنبك في وشك وما بتفهمش في الكوره. انا ما بفهمش في الكوره يا اخي، لكن من غير ما تقل ادبك. هو جوجل بعيد؟ هدخل واسيرش على كل حاجه واعرف كل حاجه من غير ما اسمع منك ولا كلمه. يلا اتكل على الله، اتكل على الله يد من هنا. والاونو اللي انت بتستلفها امشي، الاونو اللي انت بتستلفها هترجعها. منتخب مصر كاس العالم، انت ابطال مصر وصلوا يا اخي، قلقتني. سمسم، هو ليه المنتخب جاي في اتوبيس رحلات مدارس؟ بص، هو يعني المنتخب بيبقى عنده طقوس قبل الماتشات الكبيره، بيعدوا على كريزي ووتر، بالليل بيبقى السندباد، وبقيه الفلوس بقى وجبه ويلعبوا. يا نهار اسود، ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السواق ركن غلط ولا ايه؟ جايب مجدي عبد الغني؟ جايب منتخب 90؟ لا بقول لك ايه بقى، انا عملت سيرش مصر في كاس العالم طلع للراجل ده، اعمل ايه؟ يا غبي، ما هو ده اخر منتخب لعب في كاس العالم. هي مصر لعبت قبل كده في كاس العالم؟ انا من يوم ما اتولدت ما شفتش حاجه زي كده. اهو عشان لما الجلط وقع يبقى عندي حق. لا الف سلامه، عشان انا مبتلى. مبتلى وانت عارف. لا يا حبيبي ما نعيطش، ما تقولش كده، ما تقولش كده. طب وزبده فين؟ اهو حبيبي بيتصور معاهم اهو. بص الولد بيلعب في الراجل ازاي، سبحان الله. دخلت عليه لهبل. طب المنتخب الروسي ليطت ايه فيه؟ عيب عليك والله هبلت. رحت الفندق اللي انت قلت لي عليه اللي فيه افواج روسي، بيعملوا ايس كريم يا ابني. جبت منتخب ولا ما جبتش؟ جبت فوج روسي، منتخب هتاكل صوابعك وراه. ننتقم منك يا شيخ. لا متيسره ان شاء الله، وربنا هيجعل الخير على قدم مجدي عبد الغني، وهتشوف ان شاء الله. وشه سمح قوي قوي. سمسم ايه بقى يا نجم الفراعنه؟ ازيك يا كابتن؟ يا نهار ابيض، اخبارك ايه؟ اهلا وسهلا. كله تمام؟ تمام. ابراهيم النويري صاحب النادي وكده. ده بايه هو اللي بيدفع؟ ده الفلوس بقى لا كلها. حبيبي، ده كابتن مجدي. حبيبي اخبارك ايه؟ منور. بقول لك شيكك ممضي وجاهز وكل حاجه. حبيبي، وانا كمان عملت لك شغل حلو قوي بجد. والله عملت لك شغل حلو قوي. كابتن هشام يكن وجمال عبد الحميد لا فورمه؟ لا هجيب هشام يكن وجمال عبد الحميد بالمبلغ اللي لا ده انا لميت لك الدنيا، لممهم من على القهوه وكله تمام 100%. ما تقلقش ما تقلقش. طب يعني كنا جبنا منتخب الساجدين. لا ده انا جايب لك منتخب الساكتين، ده بقى ولا واحد فيهم بيتكلم. هيلعبوا بس. ده دول لا منتخب الساجدين، عشان اجيب لك منتخب الساجدين هتكلم برضه. لكن الساكتين دول مفيش وجع دماغ بقى. الحمد لله. طب ما هو وهيسمعوا الكلام والامور هتبقى تمام. نكسب وان شاء الله ربنا هيوفقنا. يا مسهل. ما تقلقش ما تقلقش. انت قلقان؟ لا طب نورنا. لا ست حضرتك معانا نقلق ازاي؟ لا انا واثق. لا ست فيا في حاجه زياده عشان اجيب برضه 2 زياده. ده احنا عنين. انت اللي بتدفع. ست فيا ماشي. لا ما تقلقش. خلاص اشوفكم على خير ان شاء الله يا كابتن. اغير وارتب يلا ان شاء الله. يلا نورنا يا كابتن. سلام. يلا باي. شيك يبقى عندنا حضرتك على طول. اهو ده جاهز جاهز ان شاء الله. يلا بقى تشرفونا ان شاء الله. والشيك. نورنا يا كابتن. يلا سلام. جايب 2 زياده، مالك قلقان ليه؟ انا حاسس ان احنا بنروح في 60 داهيه. ليه بس؟ والله العظيم 3 بنروح في 60 داهيه. منتخب. ايه رايك؟ منتخب اهو. كابتن مجدي بيسلم عليكم وبيقول لكم الشيك. ما كان لسه هنا وقال لنا. هو قال لي انا برضو، قال لي اكد عليكم في الحته الصغيره دي. طب يلا ماتشاتنا. هنلعب على طول كده، مفيش افتتاح؟ لا افتتاح. ليه مش قد المقام ولا ايه؟ افتتاح ايه يا زبده؟ هي مقله. ده كاس العالم، مفيش افتتاح. بس ايه؟ في افتتاح طبعا. هو في افتتاح؟ في افتتاح. يلا ماشي. طب ناكل الاول. يلا بقى. ماشي يلا. ايوه بقى كده بقى بالحماسه دي. يا خلاص شفت الماشيه دي. افتتاح ايه؟ هنليسها ازاي دي؟ هتليسها زي ما كله بيتليس.
بام with راست أو بيتزا ستافت كراست تشيز كيك أو ميلك تشيك ساعة شيك من غير أستيك هاشتاج فيسبوك وواتس بادي كات أو بدلة غطس أرنولد شوارزنيجر طبعا هتقولي إيه هقولك ألعب باليه شانزليزيه بيجو جي سويت فيزيجيرينو وفتي سويت دريكسيون شبشب او كان صابون الصح تدحم بو ادي الواد لابوه شيل الواد من الارض الواد عطشان اسقوه الواد عطشان اسقوه يا ويلي 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 شكله ده هيضيعنا حرفيا بالمعنى فضحتنا هتكون بجلاجل وهنتهن بالروسي وادي دقن خدت فلوسي وهفكرك وهنتقابل شكله ده هيضيعنا حرفيا بالمعنى فضحتنا هتكون بجلاجل وهنتهن بالروسي وادي دقن خدت فلوسي وهفكرك وهنتقابل روسيا ونقولها تاني اما انا بقى متفائل وهنكسب واوائل هنبيت الكاس في سريرنا رحتوا كتير من غيرنا واحنا اتغصنا وغيرنا طلعنا فيزا وسافرنا احنا في روسيا بص انا عشان اسهلها على زبده قلت له يتعامل مع الملعب كانه صينيه كيك يفهم. يقف اللي عند الحته الطريه بلاش الاطراف إيه يا المقرمشه ولاد، عاملين إيه؟ يا ابو الكباتن حبيبي، ايه يا قمر حبايبي، عامل حبايبي. ايه يا حبيبي ايه الخطه ايه بقى اللي هنلعب بيها النهارده ان شاء الله؟ لا ما فيش خطة ايه بقى؟ بص يا كابتن مجدي احنا باختصار كده هندي كرة لابننا ابننا يجيب جون بس هو مش قادر يجيب جوان يا مجدي هو في حد قادر يعمل حاجه يا راجل جايين نتبسط ونقضي وقت جميل اصل الخطة ليه يعني ليه هنضيقها يعني دي كورة المسألة عشان واسعة بنلعب فرقة تقيلة. بس الدنيا براح ليه نضيق دماغنا نفترض جه بيلن مثلا بما انك حضرتك تسأل عن مخطط لا بقى اهدى بقى 28 سنه بنهبط في الموضوع ده خلاص معلش لو جه بيلن حضرتك هتسلم الرايه بقى هتدي الكرة لابننا ابننا بقى يعمل اللي هي نقفلها بقى. طب ما- الشيك لا اللي هو ماشي خلاص ايوه انت اي حاجه في المنطقه دي شيك بقى دي يعني المهم هنا اهم حاجه ايه حاجتين ابننا يجيب الجول وجايين نستلذ بالجو بالظبط وعلى شوف على السيره ايه اللي حصل اهو ايه رايكم نعمل اوردر ونطلب اكل بحيث انه يوصل في الاستراحه عايز انبوبه في ظهره فيها اكل انت ما تتريقش يا مجدي على حاجه ما تتريقش على حاجه انت مليان عبر حاضر خلاص حاضر ايه رايك نخليها بعد الماتش ماشي لا يا دوب يا جدعان يلا علشان الاستاد متأجر بالساعه عينينا ننجز عينينا بقى، يلا يا كابتن تختخ اتفضل نسخن يلا سخن اكل لا يلا بينا انا يلا نجيب المونديال النهارده يلا ايه يا مجدي 10-0 ليه يا مجدي ده احنا لو بنلعب باسكت النتيجه مش هتبقى كده
وبعدين دكاتره العلاج الطبيعي اللي انت جايبهم يلعبوا معانا دول ما انا مش عارف اتكلم معاهم. بس الفيسبوك والواتساب فيسبوك ايه؟ واتساب ايه يا عم؟ يا ريس الفرقه دي على طول بتكسب 2 دوره رمضانيه، الفرقه دي مكسحه الفرقه اللي قدامها. ماشي دلوقتي مش عارف اتكلم مع حد منهم لانهم اصغر واحد فيهم في سن والد الله يرحمه، مش عايز اغلط امجدي وانت اللي جايبهم يا مجدي. يا سيدي الفاضل انت اللي قلت لي ركز على تختخ ولا دكه زبدة ولا يا عم تختخ مين؟ زبده ايه؟ ما هو ما عندوش فكره، ما بيعرف، مش عارف يعمل، مش عارف يقف في الكوره. يا كابتن مجدي اهو اتفضل. ايه يا كابتن مجدي؟ ما تقول كلمه طيبه. خليك في اللي انت بتاكله ده يا عم زبده. يا كابتن مجدي انت بتشوط الكوره على الارض. هو انا شايف رجلي؟ اما انت مش شايف رجلك جاي تلعب معانا ليه؟ يعني انا لو رفعت لك الكوره فوق هتعرف تنط؟ معلش هو عنده حق حبيبي، عنده حق. خلاص حضرتك شوطها فيا وانا هتصرف. اخبطها في ابننا جامد وابننا ربنا هيكرمه. بس بقى سمسم انت كمان. لا هو بيتكلم معاه كده، ما يتكلمش معاه غير الكابتن بتاعه. اقعد ساكت. هو كابتنه؟ مش انت اسمك ابو؟ ابو والله العظيم شيكا جاهز يا مان. شدوا حيلكم يا اولاد، في مكافأة الشوط الثاني. شايفين يا جماعه؟ وابو هيقبوا اهو. والله العظيم شايفين الحماسه بتاعت الكابتن دي؟ كابتن مجدي انا عايزكم تنزلوا يعني دي تاكلوا النجيله لان يا اولاد احنا كمان هننزل زي الفرق الافريقيه اللي هي بتعمل حماس قبل النزول عشان ترعب الفرقه الناحيه الثانيه. ماشي؟ يلا 1 2 3 بسم الله الرحمن الرحيم وهنكسب الليله ترارارارا ترارارارا. احنا عايزين نخلص الكوكو يلا نخلص الكوكو. يلا خمس دي كمان يلا بقى روح بقى يلا نخلص الكوكو كله يلا. لا من غير رقص خشونة الركب يا ابني. غلط يا ابني على الاستاد ده. وعرسنا زين على الوينجين والباصة حلوة وجميلة. خد يا حبيبي. بتعمل ايه يا سمسم؟ عايزين نخلص يلا. اقلع. ايه يا ابني؟ هي وصلت الدرجة دي؟ ايوه احنا اصحاب من زمان لكن ما توصلش الدرجة. اقلع. اوكي يلا بينا. مدام فردوس عبد الحميد.
انا هتقتل ولا ايه؟ راضي عني، راضي عني. مين قدك النهارده يا غزال المونديال انت؟ نفذنا لك اهو طلبك. يلا مضينا على الوصيه بقى. يا مسهل يا رب. يلا. امال الكابتن مجدي عبد الغني فين؟ راح يلحق الاستوديو التحليلي بتاع الماتش ده؟ على طول ورا بعض. سالني على الشيك على فكره. يا مسهل يا رب. ايوه بقى تسلم الفخده اللي ماضت بقى. على فكره يا ابو، انا عارف كل حاجه. عارف كل حاجه ومكمل وساكت. ايدك والنبي يا ابو. عارف كل حاجه زي ما انا عارف ان انتوا بتضحكوا عليا ووديتوني نزله السمان على اساس انه مطار القاهره وقلت ماشي، وديتوني مركز الثقافي الروسي فرجيني على كابتن ماجد وقلت لي دي موسكو وقلت ماشي. انما اصحى الاقي الناموس عامل حفله على فخادي. في ناموس في موسكو؟ امال مضت لنا ليه يا ابن الناس؟ عشان ما حدش تاني صدقني، ما حدش امن بحلمي. انا عارف ان مستحيل كوبر ياخدني. اخيرا فهم، حس بالمشكله. مستحيل كوبر ياخدني عشان انا سني كبير. يا عم عفينا بقى. ابو شكلك ده يا اخي. ارحمنا بقى، عفينا. على العموم شكرا يا ابني، شكرا يا سمسم. ربنا يوفقكم مع بقيه اليتامى. انا ماشي. الوداع. زبده. طب انت بتأفور ليه؟ عشان هو بادئ كده، ما انا بستلم منه. اوكي. عشان يفهمني. فهمت. خلاص كمل يلا. شوف دي زبده. زبده انت صحيح ما وصلتش لكأس العالم كلاعب، لكن ممكن توصل كأس العالم بطريقة تانية. ايه ده بجد؟ ازاي؟ سيب الموضوع ده عليا يا ابن الناس. النهارده بيسعدني اقدم لكم الكابتن زبده، المدير الفني الجديد لنادي غزل البنات.